طب لو انا في علاقة مع شخص بيحمل نمط التعلق التجنبي، ازاي اتعامل معاه؟ بشوف ان 5 نقاط مهمين جدا محتاج تعملهم لو انت مع شخص بيحمل هذا النمط اللي هو نمط التعلق التجنبي. محتاج تعرف في الاول ان الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي هو شخص بيحب استقلاليته قوي، بيحب يحافظ على حدوده قوي، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بشكل صح او بشكل واضح. فمحتاج تكون عارف الحاجات دي عشان تعرف تتعامل معاه. فأول نقطة محتاج تكون مدركها كويس هي فكرة إن الشخص ده لا يقدر على التعبير عن مشاعره، مش بيعرف يعبر عن مشاعره بشكل واضح. فبلاش تضغط عليه بفكرة التعبير عن المشاعر. هو أنت بتحبني؟ هو أنت ليه ما بتقربش مني زيادة؟ هو أنت ليه عامل مساحة ما بيننا؟ ده بيضغط عليه فبيخليه يهرب. فواحدة من الحاجات المهمة أوي اللي أنت محتاج تعملها هي إنك تحسسه بالأمان، تحسسه إن أنت مرتاح، وتلقط فكرة هو بيعبر عن حبه إزاي، لان دي مهمة قوي، او بيعبر عن مشاعره ازاي، ومش شرط تكون بالكلام. فدي واحدة من اهم النقاط اللي بشوفها مهمة في فكرة التعامل مع التجنبي، انك ما تفضلش تضغط عليه. هو ممكن يجي عليه وقت وتلاقيه بيعبر عن مشاعره. تمام. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا، انك تسيب له مساحته الشخصية. يعني بلاش تتهكم او تكسر الحدود اللي هو عايز يرسمها، وبلاش تدخل على مساحته الشخصية قوي، لان الشخص التجنبي بيحب يحافظ على استقلاليته، بيحب يحافظ على مساحته دي. واي حد بيخترق هذه المساحة بتلاقيه ابتدى يبعد. فواحدة من الحاجات المهمة قوي انك بلاش تضغط عليه في فكرة مساحته الشخصية دي. سيبه براحته، وسيب له مساحته الشخصية براحته عشان يحس ان هو حر في العلاقة فيتعامل معاك بأريحية. تالت حاجة انك بلاش تربط البعد بتاعه او التجنب بتاعه بفكرة حبه ليك. يعني ممكن يكون بيحبك بس هو بيحب يبعد اوقات، بيحب يتجنب حاجات، يتجنب مواجهات. فبلاش تربط ده، لان ده شخص هو لا يقدر زي ما قلنا على التعبير عن مشاعره، بيحب ان هو يكون مستقل. فهتلاقيه في وقت بيحب يبعد، وقت المشاكل، وقت ما يكون مخنوق هتلاقيه بيبعد. مش شرط يكون مخنوق منك، مخنوق من اي حاجة ممكن تلاقيه بيبعد. فما تربطش ده بانه بيحبك او ما بيحبكش، وما تتضايقش من فكرة بعده، لان ده مهم قوي. لان الشخص ده هو او الناس اللي بتحمل هذا النمط بتبقى حابة قوي فكرة ان انا لما ببقى مخنوق بحب ادخل الكهف بتاعي، بحب اكل لوحدي. فدي برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا. رابع حاجة وبرضو بشوفها من الحاجات المهمة، وقت المشاكل شخص التجنبي ما بيحبش المواجهات المباشرة. وقت المشكلة محتاج تتكلم عن مشاعرك، محتاج تتكلم عن احنا مش انا. يعني احنا نواجه المشكلة دي ازاي؟ قولي المفروض نعمل ايه عشان نوصل لحل. قولي المفروض نعمل ايه عشان نقرب من بعض اكتر. فوقت المشاكل حاول في العتاب بتاعك تكون بتتكلم بصيغة الجمع، بصيغة احنا المفروض نعمل ايه. ما تواجهوش بشكل مباشر انت غلطان، انت عملت، انت سويت، لان هتلاقيه بيهرب على طول. لان الشخص التجنبي بيخاف من المواجهات المباشرة ومش بيواجه. خامس حاجة وبشوفها أهم بقى حاجة، إنك محتاج تطلب احتياجاتك برضو. لأن واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون أنت بتتنازل عنها لو بتتعامل مع شخص تجنبي، إنك لا، احتياجاتي دي مش مهم عشان أعرف أتعامل معاه. محتاج تطلب احتياجاتك بشكل متزن وبشكل صح وبشكل كلير وبشكل واضح. واخر حاجة محتاج تقيم العلاقة ذات نفسها بقى. هل انا مرتاح في العلاقة دي ولا لا؟ لان انا مؤمن بحاجة، ان اللي عنده مشكلة هو اللي المفروض يغيرها، مش انا اللي افضل اقاوح، وانا اللي افضل اتقبل، وانا اللي افضل ادور على طرق للتعامل مع الشخص ده. محتاج تقيم ده، هل انا متقبل ده واقدر اتقبل ده بقية حياتي ولا لا؟ ان السؤال ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. فلو انت متقبل ده وعارف تتعامل معاه اتس اوكي، مفيش مشكلة. بس لو انت حاسس ان هو جاي على احتياجاتك، ان انت مش مرتاح في العلاقة دي، مش مبسوط في العلاقة دي، فحاول تفكر وتراجع نفسك، هل انا اقدر اكمل العلاقة دي ولا لا؟ دول 5 حاجات مهمين قوي تقدر من خلالهم انك تتعامل مع الشخص التجنبي.